هل لازم كل حاجة تكون دايت ولا ممكن أعيش حياتي طبيعي؟ السؤال اللي بيطارد كل مريض سكر بعد التشخيص. يعني أنا لازم كل حاجة كلها تكون دايت؟ والإجابة باختصار لأ. مش كل حاجة مكتوب عليها دايت معنى كده إنها مناسبة ليك، ومش كل منتج مش دايت معنى كده إنه خطر. الموضوع مش أبيض وأسود، الموضوع وعي بالحاجات اللي بتفيدك واللي بتضرك. تعالوا نفهم الحكاية ببساطة. أول حاجة، يعني إيه دايت؟ كلمة دايت معناها نظام غذائي، مش بالضرورة إن هو يبقى حرمان. لكن اللي بنشوفه في السوق حاجات مكتوب عليها دايت وسعرها أغلى من الحاجات التانية وطعمها غريب ومش حلو، وساعات كمان بتكون مضرة. طب زي إيه؟ زي عصاير الدايت، بتبقى مليانة محليات صناعية ممكن تبقى مضرة. البسكويت اللي مكتوب عليه سكر دايت بس فيه نشويات مخفية. منتجات تانية مكتوب عليها بدون سكر مضاف بس بيبقى فيها سكر طبيعي بكميات كبيرة جدا. أكيد السكر الطبيعي أحسن من السكر المضاف، بس برضه الكمية بتفرق. وساعات بعض الناس بالنسبة لهم بدون سكر مضاف دي معناها إنه خالي من السكر تماما، وده غلط. تاني حاجة، المحليات الصناعية مش كلها زي بعض. في فرق كبير بين الأسبرتام والسكرالوز اللي ليهم تأثير على المعدة، وبعض الدراسات بتقول إنهم بيسببوا مشاكل صحية، وبين الاستيفيا والإريثريتول واللي يعتبروا آمنين نسبيًا ولو بكميات محدودة. يعني مش لازم كل ما تلاقي منتج عليه خالي من السكر تعتبره صديق ليك، ولازم تتأكد المنتج ده خالي من السكر. بس إيه بقى بديل السكر اللي موجود فيه؟ هل هو صحي والّا مضر للصحة؟ تالت حاجة، إيه الأفضل، المنتجات الطبيعي والّا المنتجات الدايت؟ الحقيقة إن الطبيعي المتوازن أفضل في أغلب الحالات. يعني تفاحة واحدة أحسن من عصير تفاح دايت، وقطعة شوكولاتة داكنة سادة صغيرة أحسن من شوكولاتة دايت بس مليانة بديل سكر تاني. مش لازم تبطل كل حاجة حلوة، بس لازم تاخدها وانت عارف أثرها عليك كويس جدا. رابع حاجة، لو هتستخدم سكر بديل أو بدايل السكر استخدمه صح. يعني استخدم النوع اللي يناسب حالتك زي سكر الاستيفيا، ويكون بكميات صغيرة مش طول اليوم. وخليه أداة تساعدك تبطل السكر الأبيض، مش عادة هتتعود عليها بدل السكر الأبيض. خامس حاجة، الأكل مش لازم يبقى مزيف وملوش طعم عشان يبقى صحي. يعني مش لازم مثلا لو هتاكل براونيز تبقى بدون دقيق وسكر عشان تبقى مناسبة ليك. ممكن تاكل منها قطعة صغيرة بس تحافظ باقي اليوم عشان توازن كمية السكر اللي أخدتها. السر دايما في التوازن مش في الاستبدال والمنع التام. وخلاصة الكلام، مش لازم كل حاجة تكون دايت، بس لازم كل حاجة تكون مناسبة ليك، وتعرف تقرأ مكوناتها كويس زي ما اتكلمنا، وتفهم تأثيرها على جسمك. مريض السكر مش عايش علشان يحارب الأكل، هو عايش علشان يفهمه ويتعامل معاه بما يتناسب مع حالته. لو الفيديو ده غير لك فكرتك عن الدايت أو ريحك من ضغط مش حقيقي، شاركه مع أي حد شايل هم الأكل، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر منتج دايت جربته وطلع كويس. ولو عايز تعرف أسرار التغذية لمريض السكر وكمان لإنقاص الوزن مع نظام غذائي كامل بتفاصيل الوجبات، كل ده هتلاقيه مجانا في الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو تابعني وفعل الجرس عشان هنزل كل أسبوع فيديو فيه نصايح مخصوصة لمريض السكر، من أول العناية بالجانب النفسي لمرض السكر وشرح التحاليل الطبية والمكملات الغذائية المناسبة لحد تطلب إيه من المطعم أو في العزومة لو هتاكل بره.